الوداد التسديدة سيف الدين بوهرة ولكن مرت جانبية. هذا هو سيف الدين بوهرة صاحب الكرة الماضية لكن تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة فريق هنا فيتا كلوب. اللي سيف الدين يحاول يمر يبحث عن صابو. ممتازة الفكرة افريقية. تمريرة ممتازة هنا الجهة اليمنى. لعب خريبكا تمشي هذه العرضية. يحيى حتى ممتازة والمراوغة فيها الحسن. هنا الكرة أمامية من أمين فرحان. خرى يحيى عطية الله أمامية والعرضية من جلال الذات اليمنى. البحث عن العرضية في العرضية والدفاع يتدخل بعد ذلك. الدفاع يبعد زيق بينما انطلاقة في عرضية راسية فيها مهارة فيها مراوغة فيها مرور فيها عرضية في القامة. هنا السرعة مطلوبة البين يا سامبو. يمشي يا سامبو بوهرة حتى يحيى عطية الله علاها في القائمة الثاني. هذه جول لا. أيوب العملود نصف هوائية مقاسية. حاول هنا يسجل هدف عالمي لكن في النهاية لم يتحكم في هذه الكرة. شوف الإعادة التايمينج هنا في تنفيذ المقاسية لم يكن موفق من أي صراط إلى سيف الدين بوهرة. سيف الدين يرفع ممتازة يحيى. إذا يرفع هذه الكرة يحيى بالراس والهدف غير معقول. والكرة تضرب في العارضة والحكم يصفر خطأ لفائدة نادي فيتا كلوب. اختار كرة للوداد الرياضي سنتابعها من خلال الإعادة. هذه الإعادة مجددا العرضية والرأسية بعد ذلك من جانب اللاعبي سامبو غير محظوظ في هذه الكرة. سامبو كورتو تضرب على العارضة. شوف الإعادة ضربت في الأرض ثم بعد ذلك في العارضة. فرصة هنا للوداد التحضير في الجهة اليمنى. العرضية البحث عن يلعب له 1-2 ممكن مع بو سفيان. لا زالت عندك بو سفيان. ماذا يفعل؟ المراوغة وبو سفيان الراسية مرت جانبية. الراسية من جانب اللاعب الزولا مرت جانبية. سامبو الراسية ولكن مرت بمحاذاة القائمة الأيسر لويدراغاو. فرصة أخرى تضيع للوداد لكن عمل رائع. شوف هنا بو سفيان وهم الجميع بأنه مراقبة مطلوبة بالراس الإبعاد. تلعب هذه الركنية لا زالت صعبة. تكنوتي عندك يا تكنوتي. نعم بو سفيان يمشي لي هنا الحسوني. ركلة جزاء وفيها تدخل. ماذا يقول الحكم؟ الممتاز الكنترول. التحضير رائع هي لا زالت ودادية والحارس بعد ذلك ويدراغاو. حتى في دور المجموعات هذه الكرة البينية العملود يا بو سفيان لعبت لي الداودي. هنا المقصية رائعة من أيمن الحسوني. يا سلام لو كانت في المرمى. أيمن الحسوني هنا حصرها بصدره ثم سدد باليمنى على الطاير بهذه الكيفية وبهذه العرضية يا يحيى الراسية بعد ذلك ولكن هنا لم يتحكم فيها. كيف يتكتلون عناصر فيتا كلوب. وصلت العرضية الحسوني تسديدة. سامبو لم يتحكم في الأولى وبو سفيان سدد الكرة الثانية لكن الدفاع جدار أخضر كونغولي يقف أمام كثيرا. أيضا بوهرة ونجم. هنا الكرة الأمامية ونجم. أول لمسة ونجم وجول. حمراء وبيضاء شكون هي الوداد مو معينية. هي الحمراء الوداد تفعل وتسجل من أول لمسة. دخل البديل. أسرع هدف لبديل الوداد في التاريخ. أسرع هدف للاعب بديل في التاريخ الوداد الرياضي عن طريق نجم. من أول لمسة من أول انطلاقة من أول كرة جاب الجديد وزار الشباك الكونغولية. 1-0 الوداد يغير النتيجة والمعطيات يا غاريدو ويا صابر. إذا 1-0 الوداد يتقدم. هنا الإعادة من هنا البداية ومن هنا الانطلاقة. الحسوني مشى بالكرة
الكرة في العمق ممتازة، وبعد ذلك أناجم إغارة الدفاع وحارس المرمى في الشباك. أنا قلت مشاهدينا الكرام الكرات اللي في الأرض تكون أفضل. إضافة الهدف الثاني استلام من يحيى والدخول والتسديدة، وجبران السير ضيقة جدا، يخرج الكرة الوداد والعرضية والكنترول، ما فيهاش تسلل هذه الركنية مرفوعة داخل منطقة الجزاء، تسديدة لحسن الحظ مرة جانبية. كم كانت صعبة هذه الكرة على أحمد رضا التقناوتي، تسديدة في غاية الصعوبة. لقطة الماضية التسديدة من كابوي، والله ممتازة الفكرة. يحيى لا زالت ودادية هنا في عرضية على القائمة الثانية، وناجم بالراس في فريق الوداد الرياضي، وناجم انسال الثاني غير معقول. يا أناجم سددها، يا أناجم سددها، وحاول التمرير لسامبو، لكن هنا قراءة المدافع في نهاية المطاف. هنا أناجم انسال رائع. سامبو تمريرته غير دقيقة، رجعت مرة أخرى أناجم العرضية، أيوب العملودي فرحان، أناجم الكنترول والدخول بهذه الكيفية، أناجم العرضية ولا زالت، والثاني غير معقول. في كل مرة يلمس الكرة أناجم، وفي كل مرة ينسل فيها أناجم، إلا وهناك طلب من يحيى عطية الله باستبداله، ربما يشكو من شيء.